مهم جدا وانا بشتري بوتاجاز يكون معايا مغناطيس عشان اتأكد من المادة المصنوع منها سطح وجوانب البوتاجاز. وبالنسبة للبوتاجاز الغاز يفضل اختيار الستانلس ستيل ذات النوع الجيد، ويمكن التحقق ما إذا كان البوتاجاز من الستيل الحقيقي أو الستيل المقلد. الستيل المقلد بيكون داخل فيه نسبة من النحاس أو الحديد المقوى عن طريق استخدام مغناطيس. لازم اخد بالي وانا بشتري البوتاجاز انتبه للمادة المستخدمة في صناعة البوتاجاز، فيفضل دائما ان تكون من الستانلس ستيل الجيد، ويمكن فحص خامة البوتاجاز بنفسك عن طريق استخدام مغناطيس على سطح البوتاجاز، فإذا التصق به فإن هذه ستكون إشارة سلبية على سوء نوع خامة البوتاجاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومنتج جديد من قناة اعرف منتجك. بوتاجاز لجرمانيا على الرغم من المميزات الكتير اللي موجودة فيه، لكن فيه كمية عيوب تخلي الواحد يفكر 1000 مرة قبل ما يشتري أي بوتاجاز من لجرمانيا. هنقيم دلوقتي خامة البوتاجاز، وده بنعرفه لما بنضغط على سطح البوتاجاز ضغطة متوسطة، فبنشوف هل الصاج بينزل معانا ولا لا. لو مش بينزل معانا يبقى البوتاجاز ده حرفيا الخامة بتاعته بتكون كويسة جدا. وبالنسبة للشعلات، مكون سبافل ايطالي، في منه تجميع ايطالي وفي منه تجميع مصري. البوتاجاز ده المكون اللي موجود فيه هو ايطالي بس بيتجمع في مصر، ومفيش فرق يذكر، مش هتحس بأي فرق ما بين الاتنين، لكن في فرق كبير جدا بيكون في السعر، وده بيكون في الخامات المستوردة الأكتر، يعني بيبقى موجود في البوتاجاز المستورد أكتر. طبعا الشعلات دي إشعال ذاتي وأمان كامل، ونقطة الأمان الكامل في اختلاف كبير بين مستخدمين البوتاجاز ده. احنا بنقول الكلام ده خلي بالكم آراء المستخدمين، وبنقيمه فعلا بعد ما الناس استخدمته وبيرجعوا لنا تاني بيدولنا الفيدباك. المفروض لما حاجة بتدلق على البوتاجاز بيفصل نار وغاز، لكن في بعض المستخدمين اشتكوا ان النار بس اللي بتفصل والغاز بيفضل شغال، وعشان كده كان لازم انبه. الشعلات دي فيها ميزة مهمة وهي غرف مش مواسير. طيب ايه الفرق بين الغرف والمواسير؟ فايدة الغرف ان لو في حاجة اتجمعت من بواقي طعام بيكون سهل جدا جدا في التنظيف، لكن المواسير بتاعت زمان لو اتجمعت بواقي طعام وحاجة اتعلقت داخل المواسير بتكون صعب جدا تنظيفه، وكمان بيأثر على جودة النار او الشعلات فيما بعد. اما بالنسبة لتقييم حوامل البوتاجاز، الحوامل هي من نوع الزهر مش من الحديد او التيفال. هو افضل انواع الحوامل عامة هي من نوع الزهر، لان نوع الزهر بيعطي ثبات للاواني فوق سطح البوتاجاز. خلي بالكم في 4 دعامات اللي انتوا شايفينهم دول موجودين اسفل كل حامل من الحوامل الزهر، لو وقعت او اتحركت من مكانها او ضاعت ما بيديش ثبات فوق سطح البوتاجاز، فلازم نخلي بالنا، وكان لازم ان انا انبه على حضراتكم. بالنسبة لسطح البوتاجاز، مساحة سطح البوتاجاز، في تعليق مهم عايز اقوله ان مساحة سطح البوتاجاز مش مستغلة بالكامل، بمعنى ان الحوامل الزهر مش جاية لغاية اخر البوتاجاز زي ما حضراتكم شايفين. في مساحة في الاجناب والامام مش مستغلة، ودي بالنسبة لي من ضمن عيوب سطح البوتاجاز، لكنه مش عيب واضح او صريح، لان في اختلاف في الاستخدام. في ناس بتحب مساحة فاضية كده عشان يسندوا عليها حاجة، او لو حاجة فارت ما تنزلش على الارض، وفي ناس بتحب يكون في وسع في سطح البوتاجاز ويستفادوا بكل مساحة عشان يحطوا الحلل الكبيرة والطاسات الكبيرة، فيبقى مهم جدا بالنسبة لهم ان مساحة سطح البوتاجاز تكون كبيرة. فبالتالي لازم تبقي عارفة استخدامك ايه عشان تقرري ان العيب ده مناسب ليكي ولا العيب ده غير مناسب، وما تقدريش تتغاضي عنه. بالنسبة للوحة المفاتيح، بعد ما قيمنا سطح البوتاجاز ننتقل لتقييم لوحة التحكم. ولوحة التحكم بتتكون من 5 مفاتيح للشعلات، وبعدها مفتاح للفرن والشواية، هو مفتاح واحد
وبعدها 3 زراير، وواحد لمروحة التوزيع والتاني للشواية والتالت للفرن، وبعدها شاشة ديجيتال وتايمر البوتاجاز. لوحة التحكم من الستيل وواجهة البوتاجاز من الستيل، لكن في عيب موجود في واجهة البوتاجاز، وهو لو فكينا مفاتيح البوتاجاز هنلاقي ان المواسير الداخلية من الألمنيوم مش من النحاس. طبعا يفضل ان المواسير الداخلية تكون من النحاس زي ما واضح قدامكم، هم عاملينها في مفتاح واحد بتاع الفرن والشواية. كان لازم يعملوها في كل المفاتيح اللي موجودة في لوحة التحكم اللي موجودة في البوتاجاز، وده يا جماعة عيب خطير يمكن يضر بعد كده وتحصل منه مشاكل كتير في واجهة البوتاجاز. ما ينفعش تعمل لي في حتة فيها النحاس ومكون تاني يكون فيه ألمونيوم، فما تقللش من الخامات، انت كده بهدلت البوتاجاز. في كل مفتاح انا عمال اسحب منه ان الاقي نحاس، مش لاقي خالص، انت حاططها في مفتاح الفرن والشواية بس، وده غلط. طيب هل الفرق بينهم كبير؟ يعني نقدر نقول الفرق بينهم مش كبير ولا صغير، الفرق بيعتبر متوسط. بس خامة البوتاجاز ده ممتازة، لكن الخامات اللي موجودة الداخلية غلط كبير، غلط كبير فعلا. فكنا نتمنى ان يكمل بخامة المواسير الداخلية من النحاس. عيب يعتبر متوسط التأثير، لكن مداه على الوقت البعيد مش كويس. مفاتيح البوتاجاز ده فيها ميزة كبيرة جدا هتريح ناس كتير وهتعجب ناس كتير، هي ان الاشعال الذاتي بتاع المفاتيح او البوتاجاز ده تحديدا في المفتاح نفسه زي بوتاجازات البلت ان، بمعنى عند القيام بالضغط على المفتاح نفسه يتم الاشعال بدون اللجوء الى زرار الاشعال الذاتي مع المفتاح. ودلوقتي وصلنا لتقييم الفرن. مكون رئيسي في البوتاجاز ده هو الفرن. مكونات الفرن: مروحة توزيع حرارة داخل الفرن، مروحة تبريد، شواية بموتور، وثرموستات لتنظيم الحرارة. العزل في الفرن ده 4 طبقات. انا سامع الناس بتقول ان في بعض بوتاجازات اخرى من شركات اخرى بيكون العزل فيها 7 طبقات. انهي الافضل، 4 طبقات ولا 7 طبقات؟ ال4 طبقات بتوع لاجرمانيا جودتهم عالية جدا، تكاد تكون بتضاهي ال7 طبقات بتاعة البوتاجازات الخاصة بالشركات الاخرى، وممكن كمان تتخطاها. لكن في ميزة هنا موجودة في بوتاجاز لاجرمانيا، ان الفرن بتاع بوتاجاز لاجرمانيا واسع، لانه عامل 4 طبقات جودتهم عالية، فمش واكل من مساحة الفرن كتير. في ميزة كمان ان مروحة توزيع الحرارة داخل الفرن مع الثرموستات اللي موجودة اللي بتنزل من الحرارة بيخلي درجة الحرارة بتاعة الفرن ده مناسبة جدا في الاكلات، وبتسوي الاكل كويس جدا. يبقى هل بيسخن من الاجناب ولا لا؟ وهل المفاتيح بتسخن ولا لا؟ الاجابة هنا هو لا. زي ما قلت لحضراتكم ان العزل من الاجناب كويس جدا وما بيسخنش من المفاتيح، لان في مروحة تبريد. مروحة التبريد على طول بتشتغل تلقائيا اول ما بتشغل الفرن، ما بتخليش المفاتيح تسخن. لا قدر الله بقى لو المروحة دي عطلت هنتصرف ازاي؟ لازم نتصل بالضمان عشان ما يحصلش مشاكل تسخن الاجناب او تسخن ناحية المفاتيح، لان بدون المروحة هنلاقي مشكلة كبيرة. حاجة واحدة بس موجودة في الفرن ده مش لذيذة، يعتبر عيب، لكن ميزة موجودة في بعض البوتاجازات من الشركات الاخرى ومش موجودة عندنا في لاجرمانيا للأسف، هي ان اسفل الفرن خالص ينفع تفكه وتنضفه تماما لغاية لما تبقى شايف الأسلاك، لكن في لاجرمانيا أسفل الفرن مش بتقدر تفكه، لازم تفك الجسم كله عشان تفك أسفل الفرن للتنظيف. بمعنى أدق لازم الفني يجي يعمله، لكن في بعض البوتاجازات التانية أسفل الفرن سهل تفكه وتنضف لو حاجة وقعت أسفل الفرن عامة. يعني نادرا ما بيحصل وحاجة تقع أسفل الفرن مع الاستخدام الكتير، لكن لازم نقول عليها إنها مش موجودة في بوتاجازات تانية وموجودة في بوتاجازات لاجرمانيا. يعني نفضل كده مشغلين الفرن
وحاجة تقع تحت لغاية ما نشم شياط. طب ده جاي لنا منين؟ نيجي عشان نفك الاسفل الفرن ما نعرفش، لازم نتصل عشان خاطر يجي الفني يتدخل ويفك الفرن، ننظف وبعدين يرجع تاني. تقييم باب الفرن. وصلنا لتقييم باب الفرن. باب الفرن بيكون من الهيدروليك. يعني ايه هيدروليك؟ يعني سوفت كلوز، بيجي قبل 2 سنتي من جسم البوتاجاز وبيقفل بالراحة خالص، مش بيرزع في جسم البوتاجاز، بحيث لو حضرتك حط حاجة على سطح البوتاجاز لما تيجي تقفلي باب الفرن مش هيترزع في جسم البوتاجاز، وحاجة تدلق فوق سطح البوتاجاز ولا حاجة تقع. وده علشان المفصلة بتكون فيها زي صدادة بتخلي الباب يقفل بالراحة زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو. تقييم زجاج البوتاجاز. زجاج البوتاجاز ده سواء اللي فوق او زجاج الفرن الاتنين مراية عاكس، لكن ما تقلقوش ان زجاج الفرن مراية عاكس، لان في بعض الناس بيتضايقوا منه عشان مش بيبين المكونات اللي جوه الفرن، فما بيقدروش يتابعوه، لكن بمجرد تشغيل اللمبة بتاعة الفرن بتقدروا تشوفوا الحاجة اللي جوه الفرن عادي، والزجاج ما بيبقاش عاكس. ملخص العيوب. هتكلم باختصار عن عيوب البوتاجاز ده، لكن قبل ما نقولها ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس لقناة اعرف منتجك عشان يوصل لكم كل جديد من المراجعات وأحدث الأسعار. أولا، المواسير الداخلية الخاصة ببوتاجاز لاجرمانيا مش من النحاس لكنها بتكون من الألمنيوم، عدا مفتاح واحد الخاص بالفرن والشواية. ثانيا، عدم استغلال مساحة السطح بالكامل، وفي مستخدمين وضحوا لنا ان سطح البوتاجاز بعد فترة بيصفر. سطح البوتاجاز بيصفر، شفتها والله، سطح البوتاجاز بيصفر، مش عارف ازاي بس شفتها قدامي، ويفضلوا الناس يمسحوا ويعملوا وبرضه مفيش فايدة، سطح البوتاجاز بيصفر بعد فترة. ثالثا، صعوبة تنظيف قاع الفرن بسبب ان اسفل الفرن مقفول ومش هتعرف تفكها الا بمعرفة الفني المختص. ودلوقتي هتكلم عن ملخص المميزات. اولا، خامة البوتاجاز جيدة. ثانيا، شعلات ايطالية من السباف. ثالثا، مروحة توزيع مع ثرموستات. رابعا، مروحة تبريد وعزل جيد للفرن. خامسا، باب الفرن هيدروليك أي سوفت كلوز. سادسا، حفظة الطعام. سابعا، إمكانية ضبط ارتفاع البوتاجاز عن طريق استخدام القواعد والأرجل المرفقة ضمن ملحق البوتاجاز. وفي النهاية أتمنى أكون بفيد حضراتكم بأي معلومة وعرفتوا مميزات وعيوب البوتاجاز كويس جدا، وبناء عليه تقدروا تقرروا إن كان الجهاز ده مناسب لاستخدامكم ولا لأ. أي استفسار طبعا وأي سؤال اكتبوا لنا تحت في الكومنتات وهرد عليكم بنفسي في أقرب وقت ممكن. ولو في أي منتج تحبوا نعمل عليه مراجعة مصورة اكتبوا لنا تحت في الكومنتات وهنعمل عنه مراجعة مصورة، وأشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.